بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائب. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا للشهيد العظيم أبو سفين. بس قبل ما نتعرف على تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائب. تعالوا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة بتاعت القديس الشهيد العظيم أبو سفين. بتحكي وتقول ايه؟ معجزتنا النهاردة بيحكيها واحد اسمه موسى إبراهيم. بيقول انه ساكن في مدينة السلام، وبتكون أسرته من أسرة صغيرة، يعني بتتكون منه هو وزوجته، وعندهم ابن واحد اسمه ماجد. بيقول في يوم وهو راجع من الشغل، كان يوم 28/11 سنة 97. بيقول حد من الجيران بتوعه يعني قالوا له ان ابنه كان وقتها عنده ابنه يعني كان عنده 13 سنة. فقالوا له ان هو بيلعب مع اصحابه في المدرسة، حصلت له اصابة ونقلوه لمستشفى الدمرداش. الراجل اتصدم خالص، وبيقول راح يجري على المستشفى هو ووالدته، وهناك في المستشفى عرف الصدمة اللي حصلت له والصدمة اللي أخدها يعني من الدكاترة هناك. وكانت ان ابنهم الوحيد اللي هو اسمه ماجد ده عنده شلل نصفي وفقدان في الذاكرة. والدكاترة والأطباء اللي هناك عملوا له تحاليل وأشعة كتير وأكدت لهم الحكاية دي. وخرج من المستشفى بعد ما كان موجود بعدها ب3 أيام ومفيش أي تحسن ولا أي حاجة خالص. بيكمل والده ويقول ان هم روحوا بيه البيت وقعدوا في البيت لمدة يوم واحد. في اليوم ده قرر هو وزوجته ان هم ياخدوا ابنهم الوحيد ويروحوا بيه مستشفى بتاعة التأمين الصحي اللي هي التابعة ليهم يعني. هناك خدوه فعلا وودوه المستشفى وعملوا له أشعة على الصدر وأشعة مقطعية للمخ. وكان طول الفترة دي ابنهم فاقد تماما للذاكرة، ومش عارف اي حد منهم، لا عارف والده ولا والدته ولا حتى اصحابه اللي كان بيجوا يزوروه، مش عارف اي حد خالص. وكمان كان بيجيله خدام كتير من الكنيسة، ما كانش بيبقى عارف اي حد خالص منهم. وفضلوا قاعدين في مستشفى بتاعة التأمين الصحي دي 7 أيام ومفيش أي تحسن خالص ولا أي حاجة جديدة بتحصل لابنهم. فاضطروا ان هم يكتبوا لهم على خروج خلاص يطلع، لان مفيش اي تحسن والدكاترة مش قادرين يعملوا له اي حاجة. بيقول في الفترة دي بعد ما راح البيت يعني جه برضو الخدام بتوع الكنيسة علشان يزوروه في البيت، واخبروهم الخدام بتوع الكنيسة دول ان هم حجزوا لابنهم ماجد عند دكتور كبير اسمه عقيل يوسف. فقعد يصلي الراجل ده هو وزوجته كتير جدا لربنا، ويطلبوا ان هو يتدخل ويشفي لهم ابنهم ويكون معاهم يعني. وكمان اتشفعوا بالشهيد ابو سفين، وجابوا زيت بتاع القديس الشهيد ابو سفين ودهنوا بيه ابنهم قبل ما يروحوا للدكتور. وكمان والد ماجد ده راح الدير بتاع القديس ابو سفين وصلى هناك وطلب من ربنا ان هو يتمجد مع ابنه ويشفيه ببركة وصلوات الشهيد العظيم ابو سفين. وبعدها رجع البيت وكان معاه مية لقان وزيت من الشهيد، زيت يعني للشهيد ابو سفين، وكان دايما بيدهن بيه ابنه ماجد ده باستمرار. والفترة دي لما كانوا بيودوا ابنهم عند الدكاترة يعني كانوا الدكاترة مقررين وقايلين لهم انه لازم يقعد باستمرار في غرفة ضلمة ما فيهاش نور. وابنهم طبعا ما كانش بيقدر يتحرك خالص، كان عنده شلل نصفي، فكان والده هو اللي بيضطر ان هو يشيله وياخده يوديه للحمام، ووالدته هي اللي كانت بتأكله بنفسها. وكان منظره صعب خالص، وهما والده ووالدته كانوا يعني بيتقطعوا علشانه، لان ابنهم يعتبر ما بيعملش اي حاجة لنفسه وعنده شلل. وبعدين كان ابنهم لسه صغير في السن، عنده 13 سنة. هما كان صعبان عليهم جدا ان هما يشوفوا ابنهم في المنظر ده وهو لسه صغير والعمر قدامه طويل جدا ويجيله شلل نصفي وكده، فكانوا بيبقوا تعبانين جدا علشانه يعني. وكمان شايفينه قدامهم طول الوقت قاعد على كرسي متحرك كده، مشلول مش بيتحرك. وفوق ده وده ان هو كان
مش عارفهم اصلا، لانه كان فاقد للذاكرة، مش عارف مين ده او مين دي، مش عارف يعني ولا والدته ولا والده ولا اي حد خالص. وكان منظره صعب بالنسبة لهم خالص. ووالده ووالدته زي اي اب وام بيحبوا ابنهم، عايزين يشوفوه يعني سليم وصحته كويسة. علشان كده ما كانوش بيبطلوا دايما صلاة، كانوا بيصلوا بدموع ويصرخوا لربنا ان هو يتمجد ويمد ايده ويتحنن على ابنهم ده ويشفيه لهم، لان هو كان ابنهم الوحيد وما عندهمش غيره. وكانوا يعني بيطلبوا من ربنا بإلحاح وباستمرار ان هو يتمجد ويشفي لهم ابنهم. ودكاترة كتير احتاروا في العلاج بتاعه، مش عارفين يعملوا ايه، لان كانوا بيعالجوه كتير ويدوله ادوية كتير، لكن ما كانش بيحسوا اي تحسن معاه يعني. فكان اي دكتور بيروحوا له يعني ايه، بيعمل فترة معاهم وبعدين يقول لهم ان هو مش قادر يعمل له اي حاجة. لكن هما كان عندهم ايمان ورجاء وثقة في ربنا كبيرة جدا ان هو يقدر يشفي لهم ابنهم، وان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا. بيكمل والد ماجد ويقول في يوم 28/12 سنة 97، بيقول انه كان راجع من الشغل، وهو راجع من الشغل وبيفتح باب شقته لقى مفاجأة في وشه ما كانش متوقعها ابدا. لقى ابنه ماجد الوحيد ده واقف على باب الشقة مستنيه وبيقوله يا بابا انا خفيت. الراجل اتصدم جدا والده ومش عارف يعمل ايه، بس كل اللي كان عمله انه جرى عليه وهو فرحان جدا وحضنه، وكان عمال يمسك ابنه ويحرك فيه كده ويعني يتأكد، مش مصدق نفسه من كتر المفاجأة والاستغراب اللي هو فيه، ان ابنه بيتحرك وبيضحك وعارف كل حاجة فيهم، وعارف والده ووالدته كمان. كان في ناس اصحابه عندهم عارفهم واحد واحد وبالاسم وفاكرهم، وكمان خدام الكنيسة لما جوله عارفهم واحد واحد وعرف اساميهم، يعني فاكر كل حاجة وبقى كويس خالص. لكن والده جابه كده وقعده وقال له احكي لي يا ماجد ايه اللي حصل وانت ازاي يعني بتتحرك وكده، احكي لي. فرد الابن بدأ يحكي بقى وقال له ان انا كنت نايم والأوضة كانت ضلمة خالص كده ومش شايف اي حاجة. فجأة لقيت صورة شخص قدامي ماسك سيفين وعبارة عن نور في نور، ولقيته بيقول باسم رب المجنود قوم يا ماجد، وافتكر كل حاجة. لقيت نفسي في وقتها على طول ان انا قادر اتحرك واتكلم، وبصيت حواليا وافتكرت اوضتي وان انا قاعد في البيت، وبدأت افتكر كل حاجة واتحركت وخرجت وشفت مامتي يعني وعرفتها وكل حاجة، وبدأ ان انا افتكر كل حاجة يعني، وبقيت كويس خالص. فرد باباه وقال له تعالى نعمل تمجيد ونشكر ربنا ونعمل تمجيد للشهيد العظيم ابو سفيان. وجاء بعديها خدام التربية الكنسية وكانوا جايبين معاهم لماجد 3 صور، واحدة للقديس أبو سخيرون الإليني، والتانية كانت لماري جرجس، والتالتة كانت للشهيد أبو سفيان. ولما ادوهم لماجد ال3 صور اختار ماجد الصورة التالتة اللي هي صورة الشهيد العظيم أبو سفيان، وقال لهم هو ده الشهيد أبو سفيان اللي شفته في أوضتي واللي جاني وكان ماسك السيفين بتوعه وقال لي باسم رب الجنود قوم من مكانك وتحرك، وافتكر كل حاجة. وفعلا انا دلوقتي خفيت بشفاعة وقوة رب المجد والشهيد ابو سفيان. فكل اللي كانوا موجودين شكروا ربنا وشكروا القديس ابو سفيان وعملوا له تمجيد تاني. وفي وقت تاني اخدوا والده ووالدته وراحوا دير الشهيد ابو سفيان عشان يشكروا ربنا ويشكروا الشهيد ويسجلوا المعجزة الجميلة دي في الدير هناك. بركة وشفاعة الشهيد العظيم القديس أبو سفيان تكون معانا أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.